النهارده يا جماعة مراجعة ليلة الامتحان بتاعة الأهلي والهلال السوداني، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأهلي بكرة يتوج الماتش الكبير ده بحضور الجماهير الكبير ده 50,000 متفرج. بقالنا 8 سنين ما شفناش المنظر ده. يتوج الحفلة دي في ليلة رمضانية جميلة إن شاء الله بالتأهل لدور التمانية. لو أنت مهتم دوس لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد، وهاتها في الشبكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم والي وهاتها في الشبكة. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم يعود عليكم وعلى أسركم بالخير والرزق. الماتش يا جماعة مش ماتش سهل زي ما الناس متخيلة. الماتش صعب جدا لأن حساباته معقدة جدا وسيناريوهاته كتير جدا جدا جدا. بس قبل ما نتكلم على ماتش الأهلي دلوقتي، برضو في ماتش الزمالك والمريخ، والنتيجة لحد دلوقتي 3-3. هو ماتش فعلا تحصيل حاصل، وماتش أشبه بالدورة الرمضانية مفتوح من الفرقتين. فرقتين مش باكين على حاجة، بيلعبوا كورة من أجل الكورة. وماتش بالنسبة لي يعني هو ماتش لذيذ، وهو الماتش لسه شغال. ملعب مفتوح للفرقتين، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. ان شاء الله الزمالك يخرج من كبوته ويبقى احسن واحسن في المستقبل لجماهيره اللي هم كانوا عاملين لوجو الوجه الحزينة في المدرجات النهاردة. فإن شاء الله الزمالك يبقى يحاول يطور من نفسه ومن لعيبته، واللي جاي أحسن بإذن الله للزمالك والجماهيره. نخش بقى على موضوعنا المهم اللي الناس كلها مستنياه، موضوع الساعة، ومش أي ساعة. الأهلي هيلعب بكرة إن شاء الله في استاد القاهرة، اللي هو يعني استاد الرعب بالنسبة لفرق كتير في أفريقيا تاريخيا. هيلعب بكرة مع الهلال السوداني إن شاء الله بحضور 50,000 متفرج. طبعا ده الحضور ده ممكن يكون ليه آثار إيجابية وآثار سلبية على الفرقتين، مش على الأهلي بس. في لعيبة كتيرة جدا في النادي الأهلي مش متعودة على وجود الجماهير، وده دور اللعيبة الكبيرة اللي موجودة في الفرقة اللي هي اتعودت على وجود الجماهير في المدرجات، إن هي تهيئ اللعيبة اللي مش متعودة على وجود الجماهير إن هي إزاي تتعامل مع وجود حشد كبير من الجماهير، ويفهموهم إن الجماهير دول جايين عشان يأزروهم ويشجعوهم ويكونوا أداة في إيديهم عشان يوصلوا للهدف اللي كلنا عايزينه، هو التأهل لدور التمانية. وأنا بقول بإذن الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله الأهلي بكرة لو كسب البطولة دي بنسبة 80% أو 85% هي بتاعة النادي الأهلي. وبشرة خير أهو، إحنا بنتكلم على الانتصار والنتائج الحلوة. دلوقتي الزمالك جاب الجون الرابع والنتيجة بقت 4-3، وإن شاء الله الماتش يخلص 4-3. لأن يعني رغم قيمة الهلال والمريخ، بس تاريخ الأهلي والزمالك هو أكبر بكتير من فرق كتير في أفريقيا. بس كل واحد بيجتهد وبيعمل اللي عليه، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وبنسبة إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، على لعيبة الأهلي إن هي تعمل اللي عليها، تعمل اللي عليها بقدر الإمكان. ما تستعجلش المكسب. في أكتر من سيناريو ممكن يحصل في المباراة. أول سيناريو ممكن يحصل في المباراة مثلا إن الأهلي يجيب جون في الدقايق الأولى من المباراة. فلو حصل السيناريو ده، وممكن احتمال كبير إن هو يحصل، اتمنى ان لعيبه الاهلي ما تسيبش الكوره الهلال السوداني. يعني انا ما بقولكش تفضل ضاغط، بس الكوره تبقى في رجلك، انت اللي متحكم في رتم المباراه. لان انت بتلعب على حاجه معينه جدا، ان انت تكسب وما يجيش فيك جون، لان جون ممكن يعقد لك الدنيا. جون يخليك بدل ما تتكلم ان انت تجيب جون وتكسب الماتش، لا ده انت عايز تجيب 3 اجوان. فاهم حاجة ان انت كلاعيبة النادي الاهلي اولا
الجماهير اللي راحة دي راحة عشانكم، راحة عشان بتحب الأهلي، فهي معاك مش ضدك. تاني حاجة إن أنت لازم تركز في الشق الدفاعي كويس جدا جدا جدا، لأن جون هيقلب لك حساباتك. الهلال لو جاب جون هيضيع الماتش كله في تضييع وقت ووقوع ومشاكل وخناق، وده متوقع إن هم هيعملوه. ده في حالة إن يعني مثلا إن هم جابوا جون في الأول، يعني لا قدر الله إن شاء الله ما يحصلش. الأهلي لو جاب جون يفضل مسيطر على رتم الماتش بالنقلات وسط الملعب. أنا شايف من وجهة نظري إن وسط الملعب لازم يبقى فيه حمدي فتحي وإليو ديانج وعمرو السولية، التلاتة دول عشان يشيلوا شوية مع الدفاع. لأن أنت طول ما الوقت بيعدي وما دخلش فيك جون أنت كسبان، لأن أنت سهل إن أنت تجيب جون بس صعب تجيب تلاتة. هو مفيش حاجة صعبة على الأهلي وجماهيره، بس إحنا بنتكلم نظريا. نظريا إن أنت تجيب جون أسهل ما تجيب تلاتة، وإن أنت ما تستقبلش جوان يبقى لازم تكون مأمن من الناحية الدفاعية. وأنا شايف إن الثلاثي ده مع الدفاع، مع الاتنين قلب الدفاع اللي هيلعبوا، سواء ياسر إبراهيم أو سواء عبد المنعم، هيبقوا كويسين جدا. وقدام بقى بيرسي تاو، شوف لو هيلعب عبد القادر، شوف مين اللي يبقى قدام ايا كان، بس اللي انت تأمن ان انت ما يدخلش فيك جون، لان جون ممكن يهبط من عزيمة اللعيبة بشكل كبير، ويخلي الجماهير نفسها اللي هي معاك تبقى تزوم عليك، وده اللي احنا مش عايزينه. احنا عايزين الجماهير حتى لو دخل فينا جون نفضل نشجع. الاهلي بيعرف يجيب جون واثنين وثلاثة واربعة، بس احنا بنفكر دايما في اسوأ سيناريو لينا. السيناريو التاني ان انت الجون يتأخر، وكل ما الجون يتأخر بتاعك انت، هو كفرقة الهلال، هو بالنسبة له هو كده متأهل لأن التعادل يأهله، فهو خلاص هو يعني كده مطمن، فمش هيبدأ يضغط عليك، هيفضل سايب لك الكورة. فأنت حاول بقدر الإمكان إن أنت اللي تتحكم في رتم المباراة. حاول إن أنت تجيب الجون وتحافظ على شباكك نظيفة بأي شكل ما. الماتش ده هو ماتش بطولة، يعني للأسف إن إحنا في الموقف ده حاليا للأهلي، هو موقف يعتبر من أسوأ المواقف اللي واجهها الأهلي في آخر 5 6 سنين تقريبا. بس الأهلي دايما معودنا إن هو بيبان دايما في المواقف الصعبة. إن شاء الله الأهلي هيكسب، مع كل احترامي لفرقة الهلال السوداني. هي فرقة كبيرة وعندها لعيبة كويسة جدا، وفيها استثمار عالي جدا واضح جدا، سواء في الهلال أو في المريخ فيهم شوية لعيبة محترفين بنسبة كبيرة جدا. بس الأهلي يقدر يعملها، وباين جدا من رعبكم وتصريحاتكم ال13,000 تصريح، قصدي الخطاب اللي وجهتوه للكاف من ساعة ما عرفتوا بحضور الجماهير. الجماهير عليكم دور كبير جدا. التشجيع من أول لحظة. أنا عارف إن الجماهير هتروح من بدري وهتفرهد والدنيا صيام. وفروا طاقتكم لساعة الماتش، وفروا طاقتكم. احنا ال90 دقيقة لازم يبقى كلهم تشجيع، لازم كلهم يبقوا حماس، لازم ت... تخلوا اللعيبة مش تجري في الملعب، تطير في الملعب، عشان انتوا ده دور مهم جدا، ده دوركم. ودوركم ان انتوا تركزوا مع الاهلي وبس، زي رسالة الكابتن محمود الخطيب، ربنا يشفيه يا رب ان شاء الله ويقومه بالسلامة. الاهلي وبس، الاهلي وبس، الاهلي وبس، ما ندخلش اي حاجة بره الكورة. احنا رايحين عشان نشجع الاهلي، احنا رايحين عشان الاهلي يخرج من المجموعة دي ويصعد لدور الثمانية عشان ياخد بطولة افريقيا اللي احنا بنلعب طول عمرنا عشان نكسبها ونوصل لكأس العالم للأندية. فيا ريت الجمهور يوفر كل طاقته قبل الفطار، وعشان يجي ساعة الماتش ما يريحوش و... وما يزهقوش بسرعة على اللعيبة، اللي في لعيبة في الملعب لسه ما عندهمش خبرة الجماهير، فبالراحة شوية عليهم. وإن شاء الله إن شاء الله اللعيبة اللي في الملعب دي
هتاكل نجيلة، وإن شاء الله إن شاء الله يعني النتيجة هتبقى 2-0 أو أكتر كمان. بقول رسالة للجماهير، ما بلاش أي احتكاك مع جماهير الهلال السوداني اللي هم رايحين 2500 دول. خلينا مركزين في الماتش. هم هيحاولوا يستفزوا اللعيبة وده متوقع، هيحاولوا يعملوا مشاكل عشان يخرجوا اللعيبة بتاعتنا عن تركيزهم. اللعيبة لازم تبقى هادية وتبقى فاهمة ده. وطول ما انت ما دخلش فيك جون انت في الجيم، طول ما الاهلي ما دخلش فيه جول فانت ستيل في الجيم. حتى لو الدقيقة 90 والنتيجة 0-0 انت ستيل لسه في الجيم. فما تستعجلش الجون، اهم حاجه ما يخشش فيك جون، ده مهم جدا يا جماعه ان انتوا تبقوا فاهمين ان احنا مش لازم نستعجل الجون على قد ما يخشش فينا جون. الدفاع لازم يبقى عينه في وسط راسه، لازم تبقى عينه في وسط راسه، يعني يبقى عنده 4 عيون زي ما بيقولوا. الهجوم، الكرة اللي تيجي تخلص، الكرة اللي تيجي تخلص. بلاش رعونة في الأداء. يبقى كلنا على قلب رجل واحد كده، كلنا على قلب رجل واحد. أهلي أهلي أهلي، إن شاء الله إن شاء الله الأهلي بكرة يعمل ماتش تاريخي بحضور جماهيري تاريخي بشهادة الفيفا. 50,000 متفرج يا جماعة. التذاكر بتاعتهم خلصت في نص ساعة. ده إنجاز، ده يعني إعجاز. بيقول يعني الفيفا أصدرت تصريح إن النادي الأهلي هو أكبر نادي في العالم عنده شعبية داخل وطنه، ده بشهادة الفيفا. دي مسؤولية عليكم كجماهير أو علينا، ما أنا جمهور منكم. فكر اللعيبة بتشجيع الأهلي، تمام. اتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الاهلي بكره يعمل ماتش ويعيد علينا قبل العيد. احنا خلاص 10 رمضان، بس يعيد علينا قبل العيد ويلعب لنا ماتشات في رمضان تانية في دور التمانية، وان شاء الله نكسب والاهلي يفضل طول عمره هو درع للكرة المصرية شاءت ام ابت الدول. الجماهير لازم تأكد ان وجود الجماهير هو اللعيب رقم 13 بالنسبة للنادي الأهلي. مسؤولية كبيرة قوي عليكم، ومسؤولية كبيرة قوي على اللعيبة، مسؤولية كبيرة على الجهاز الفني. أتمنى إن كل الكلام اللي أنا قلته ده يعني الدنيا يعني يبقى واضح. أعتقد إن في ناس برضه هتقول نفس الكلام ده، بس فعلا بحكم خبرتي يعني في مجال الكورة، واللي أنا يعني بقالي تقريبا داخل على 40 سنة أهو بتفرج على الأهلي وعارف. أنا بقول لكم إن شاء الله إن شاء الله الأهلي بيبان في الأزمات، وإن شاء الله الأهلي بكرة إن شاء الله هيكسب. ويا ريت لو حد عنده توقعات يكتب لنا توقع للماتش، ويقول لنا إن شاء الله الأهلي لو كسب يحب يقابل فرقة مين في دور التمانية. ما بحبش أقول كلمة لو. ان شاء الله الاهلي هيكسب، ان شاء الله الاهلي هياخد البطوله لما يكسب بكره. ان شاء الله جماهير الاهلي هتفضل ماليه المدرجات وتغني باسم الاهلي، وربنا يشفي الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله ويقوم لنا بالسلامه. رئيس عمل كتير للاهلي ولعيب عمل اكتر للاهلي. ان شاء الله الاهلي يفضل طول عمره رايته مرفوعه بلاعيبته وجماهيره وبإدارته. وسلام عليكم.